ازيكم عاملين ايه؟ بصوا بقى النهارده يعني ديت مانجا صغيره من الشجره، واقعه من الشجره، وانا مش قطفاها، هي وقعت من الشجره لوحدها. ففكرت ان انا ممكن اعملها مخلل، يعني انا شفت فيديوهات كتيره قوي ان هي ممكن تتعمل مخلل. بصراحه انا اول مره اعملها، فيلا بينا نجرب نعملها ونشوف هتطلع حلوه ولا وحشه. احنا وحظنا بقى. يلا بينا نبدا. اول حاجه بقى هبتدي بقى اغسلها كويس قوي قوي. ادي بقى المانجا بعد ما غسلناها. طبعا المانجا دي زي ما انا قلت لكم ان هي وقعت لوحدها من على الشجره. كل اللي هعمله، انا شفت في الفيديوهات ان هم بيعملوا كده، بصراحه انا اول مره اعملها. ف يعني انا شفتها بيعملوها صغيره في نفس الحجم دي كده. بس بنعمل ايه بقى؟ بنشيل البذره بتاعتها من اللي من جوه دي كده. وبعد كده ايه، لو كبيره زي كده بنقسمها نصين بالشكل ده كده. اهم حاجه نشيل البذره. هعمل برضو اهي، شلتها معاكم خالص، اهي البذره دي كلها هي دي اللي هنشيلها. هي دلوقتي كده فاضيه، وامسكها بالشكل ده. هعمل برضو معاكم واحده تانية. هشيل الحته اللي من فوق دي، الجزء اللي من فوق ده كده، وابتدي افتحها بالشكل ده كده. اطلع البذره كده واقسمها كده. برضو نفس الكلام، اشيل البذره. هي سهله اوي، الموضوع سهل اوي. هخلص الكميه وارجع لكم. خلاص بقى كده خلصنا. ده البذر اللي هو كان جوه المانجا دي كده. بقى المانجا اول حاجه هنحط عليها ملح. يعني انا شفت في الفيديوهات، بصراحه انا اول مره اعملها فعشان كده يعني مقلقه شويه. يلا نعملها وخلاص، نتوكل على الله. حطينا كده حوالي 4 معالق ملح بالظبط كده. هنزل كده بمعلقه كمون حصى. وبعد كده هحط برضو معايا كزبره ناشفه. هحط كده برضو قد معلقه. وعندي كده برضو حبة البركة، معلقة صغيرة كده اللي كانت موجودة عندي بصراحة. وبعد كده هنزل برضو بمعلقة بابريكا. معلقة بابريكا. وكمان هنزل بمعلقة كركم. وكمان هنزل بمعلقتين كده او 3 معالق هريسة شطة. تمام كده. وكمان هنزل بكوباية صغيرة كده خل. وكمان معلقة كبيرة سكر. واخر حاجة هنزل بيها كوباية زيت برضو صغيرة قد كوباية الخل اللي نزلت بيها. ونقلب كله في بعضه كده بقى. بصراحة انا اول مرة اعمل مخلل المانجا ده. لقيت المانجا عندي كتيرة قوي واقعة تحت الشجرة، فقلت بقى ايه، شفت فيديوهات كتيرة قوي بالصدفة يعني كده، لقيت فيديوهات كتيرة يعني بتعمل مخلل. وهي اصلا الفيديوهات دي معظمها هندي، يعني الاكلة دي اصلا معظمها هندية يعني، او المخلل ده بطريقة هندية. بس كده. انا شفت طرق كتيره قوي، بس يعني هي دي الطريقه اللي عجبتني، حسيت ان هي يعني شبيهه للمخلل بتاعنا العادي. فتمام كده اهوت. يعني في طرق كتيره قوي بيحطوه في الشمس وحاجات غريبه كده انا مش عارفاها بصراحه. وقلت تجربه يعني هنجرب. وانا سمعت بقى، لما دخلت على فيديوهات كتيره لقيت بقى ايه، ناس كتيره مصريه بتعمل مخلل المانجا ده. بصراحه انا اول مره اعرفه بصراحه. عشان اهم حاجه نقلبه كويس قوي، مش هنحط له ميه ولا اي حاجه. يعني اعتقد ان هو هينزل الميه اللي فيه. يعني احنا استكفينا بكوبايه الزيت اهي وكوبايه الخل. طبعا حطينا سكر. وادي قلبناه كده كويس. هنعبيه بقى في البرطمان ونشيله. بيقعد تقريبا في يعني هو مش، انا مش عارفه صراحه هيتحط بره التلاجة ولا جوه التلاجة، بس انا يعني ايه، هشيله جوه التلاجة. في ناس بتقول هيقعد مثلا اسبوع، وفي ناس بتقول كمان ممكن يقعد اسبوعين. فاحنا هنحطه في التلاجة لمدة اسبوع، وبعد اسبوع هنفتح عليه ونشوف يعني هيبقى عامل ازاي.
ادي البرطمان بتاعنا اهوت خلاص بقى جاهز، نضيف ومغسول كويس جدا وناشف جدا مفيهوش ميه خالص. هنحط بقى، نحاول نحط بقى كده مخلل المانجا بتاعنا كده. بس وادي كده المخلل بعد ما حطيته في البرطمان بالشكل ده، شايفين عامل ازاي؟ هنعمل ايه؟ هنجيب بقى كيس كده ونقفل عليه كويس قوي. نمسحه بقى من اي حاجه كده، وبعد كده نقلبه بالشكل ده كده. هو يعني كل شويه نقلب فيه عشان هو الميه مش واصله فيه قوي يعني. فهنبتدي بقى ايه، نسيبه بقى كده، وبعد اسبوع هنفتح عليه ونشوف النتيجه. بس بصراحه يعني انا بشكله دوت كده بصراحه انا متفائله، يعني انا متفائله ان هو هيطلع حلو يعني، لان ناس كتيره قوي بتشكر فيه. شايفين عامل ازاي؟ خطير، شكله جميل قوي. تمام كده، فاحنا بقى متفائلين خير ان شاء الله يطلع حلو. وبس كده خلصناه. شايفين بقى عامل ازاي؟ ما شاء الله جميل كده وشكله حلو قوي. إيه كده احنا قفلنا عليه، مش هنفتح عليه غير بعد اسبوع. بعد اسبوع هنفتح عليه سوا ونشوف الدنيا عملت ايه، حلو ولا وحش، وهقول لكم يعني طريقة حلوة ولا وحشة، ومش هخبي عليكم اي حاجة.